محل دورين كله هدوم ستات ورجاله، وفي هدوم كمان للاطفال الصغيره، وهتروح تشتري لبس وتتصور كمان مع لعيبه المارد الاحمر. حسين الشحات لاعب النادي الاهلي عمل افتتاح لمحل هدوم، يا ترى مكانه فين ومفاجاه عن ابرز الحضور؟ كل ده واكتر هنعرفه في الفيديو ده. المحل دورين وفي كل الهدوم اللي قلبك يحبها، كاجوال تلاقي وفورمال تلاقي، ستات تلاقي، اطفال تلاقي، وكل حاجه على الموضه والوانها فاشون جدا واسعارها مناسبه لكل الفئات. كلامنا هنا عن افتتاح لاعب النادي الاهلي حسين الشحات مول لبس في لبس، وسط حاله دعم كبيره من لعيبه الاحمر، كلهم جم الافتتاح واشتروا وشجعوه كمان وتصوروا معاه واخدوا لبس ومشيوا. واللي ظهر منهم في مقطع الفيديو هم محمود كهربا وعمرو السوليه وعمر كمال، وفي منهم اللي جم المحل بس من اول الشهر اللي فات قبل الافتتاح، منهم مصمم الازياء اسلام وقفشه وامام عاشور ورامي ربيعه، وكانوا فرحانين بيه وبيشجعوه، ومشوا بشنط مليانه شوبينج لبس من عنده، واللي جاب لمراته هديه واللي جاب لعياله، وفي اللي جاب لنفسه كمان. ما هو محل دورين وشامل كل حاجه نفسك فيها وباسعار مناسبه جدا. وكتير بيسالوا عن المكان، هو موجود في شارع النزهه وعنده سور دار الدفاع الجوي. واما بقى اسم المحل اللي جذاب شويه ومش معروف سمالي كده، اسمه AAT، وانتشرت مقاطع فيديو كتير لمحل الملابس وروج ليه اصحابه واهله عن المحل علشان اللي عايز يشتري، وعمل كمان عروض حلوه في اول ايام الافتتاح، يعني بيروق كمان على زباينه. وناس كتير بعتت تسال عن المكان، وفي اللي راح وقال انه اشترى اكتر من قطعه، وان الخامه والماتيريال حكايه، وانها مش هتكون اول تجربه، وفي اللي قال انه من الزحمه ما عرفش يشتري. واللي ما يعرفش حسين الشحات هو لاعب بدا من تحت الصفر لدرجه انه كان بينام من غير عشاء ويشتغل كل حاجه ممكن تتخيلها، لحد ما ربنا كرمه وبقى من اشهر لعيبه نادي القرن. حسين اتيتم من باباه من وهو عنده 6 شهور، ومامته شقيت عليهم وتعبت عليهم لحد ما لقت العوض واتجوزت عم محسن، واللي كان نقطة تحول في حياة حسين الشحات، لأنه كان شغال مدرب كورة على قد حاله في نادي مش معروف اسمه مدينة نصر. عم محسن ما سابش حسين وأخده معاه من وهو عنده 4 سنين وعلمه أساسيات الكورة، وفضل في النادي لحد ما بقى عنده 14 سنة، وهنا حس بالمسؤولية واشتغل في سنترال، وبعدها صبي ألمونتال، وبعدها بيجمع كور وما كانش بيزيد عن 10 جنيه في اليوم، وده غير إنه كان شغال عامل بنزينة وبيغسل عربيات. ولما بقى عنده 17 سنة النوادي تجري وراه، وأولهم الشرقية للدخان، ولما قدر يثبت نفسه لحد ما مضى مع الزمالك وهو عنده 19 سنة، بس الصفقة ما تمتش، وبعدها الاتحاد السكندري كان جدي معاه جدا ودفع مقدم 37,000 جنيه وقدر يتجوز بيهم وكمل نص دينه، وبعدها انضم لنادي مصر المقاصة، وبعدها الأهلي أخده وجدد ليه 3 مرات مع عصام سراج الدين واللي كان موجود ساعتها. ومش بس كده، كان في عقد احتراف مع نادي العين الإماراتي كانت عينيه على حسين الشحات وأخدوه، وبعدها وصل فريقه لفضية كأس الأندية، وطبعا الأهلي رجع تاني وعايزه وضمه ليه من جديد بعد النجاحات اللي حققها. علشان كده ربنا كرمه من واسع وبقى من اشهر لعيبه نادي الاهلي، وكمان ربنا رزقه علشان خاطر دعوات مامته ويعوضها عن اي حزن حصل لها، وقدر يفتح مشروع خاص ليه وهو مول هدوم ويكون مصدر رزق بجانب الكوره. يا ترى جربت محل حسين الشحات الجديد ولا لا؟ شاركونا في التعليقات.